أهلا 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 وسهلا لك بداية الفنات دياموندات ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم كيف ما العادة وكيف ما موالفين قصة جديدة إن شاء الله، كنتمنى تنال إعجابكم وتكون خفيفة وظريفة على قلوبكم. قصتنا اليوم كتحمل كل من الحب، العشق، الغيرة. كنتمنى تنال إعجابكم وتكون خفيفة وظريفة على قلوبكم، وإذا عجبتكم ما تنسوش تخليو لي الآراء ديالكم في لي كومونتير. فواحد الدرب مشهور في مدينة فاس، كانت بنت في عشرينات هازة شطابة كتشطب في الأرض قدام باب ديال الدار. ايوا حتى جاتها الصندال للراس من الفوق، وهي تقول لها امها عايشة: اطلعي بنت الحرام الزناقي، الغادي وجاو كيشوف فيك. الناس: اوف، هي طالعة. طلعت هزها على كسوتها وفخادها بيضين كيبانو. دخلت الكوزينة لقاتها عامرة بالماعن. واش انا خدامة في هاد الدار ولا شنو؟ واش نقرا، واش نخدم، ندير شغل ديال الدار؟ وهي تقول عايشة. ونزلت هازة في يديها عود ديال الشطابة. علاش؟ مالك؟ اش باغا تضلي ديري الدوري مع العزارة في الزنايق؟ جاوبتها ايناس: والله هذيك ماما حني فيا شوية. وهي تقول ليها: والله يمك وما تغسلي هذا الروينة، لا مشيتي لداك المدرسة لا مشيتي ليها ويلا. وهي تقول ايناس: ماما عافاك، كمليهم انتي، انا اليوم عندي محاضرة مهمة بزاف، عافاك. وبدات كتبت ليها في راسها وهي تقول عايشة: احياني عليك، انت ملي كتبغي تهني من الشقه كتبداي تولولي عليا. وتقول ايناس: شنو دابا نمشي؟ جاوبتها: ايوا سيري شوفي، وهزي داك الفاس ديال الورد الفوق، غتلقاي تحتو 50 درهم وهزيها. وتقول ايناس: الله يخليك ليا يا ماما العزيزه ديالي. جاوبتها عيشه: المهم غير تقراي، وبعدين داك مره مباراه راه غادي يخرجوا عليك، الله يهديك بنيتي. وتقول ايناس: وها ماما، راه صحاباتي وعزازات عليا. جاوبتها عيشه: وبنتي انا اللي عندي قلته، يلا طلعي سربي راسك. قولوا لي اشنو كتوقعوا من قصه كيفاش ايناس غيبقى في حبها الاستاذ ديالها، وشنو كيفاش غيتلاقاو وشنو. المهم اي حاجه جات لكم في بالكم قولوها لي في لي كومونتير. طلعت لبيتها، لبست كسوه قصيره في البيت حد الركبه، جمعت شعرها كعكه وهزات محفظتها ودات 50 درهم. وهي تقول: ماما هاني غدا، وإلا تعطلت عرفيني غير مع البنات. جاوبتها: واخا وسيري الله يرضي عليك. وهي تقول ايناس: امين، ودعي معايا اما نولي دكتوره وندك للحج ان شاء الله. جاوبتها: ايوا سيري ايناس، فيما مشيتي تلقاي الربح، الله يرضي عليك يا بنتي. وهي تقول: امين امين. خرجت سدات الباب وراها، لقات الطوموبيل ديال مرام قدام الباب. تقول لها: تعال نوصلك. وهي تقول ايناس: بلا ما نعذبك غتكوني مشغوله اليوم. وهي تقول مرام: ما عندي والو، و... وزيدوا البنات كيديروا خدمتهم، طلعي. ايناس طلعت للطوموبيل. وهي تقول لها ليه خدك عليا يا مرام. جاوبتها: ونبغيك تغداي معايا ملي تسالي الدرس ديالك صافي. وتقول ايناس: اكيد، عيطي على حتى براءة تغدى معانا. تقول مرام: واخا لالا، نمشيو مجموعين في بلاصه اخرى في واحد الفيلا. كان شاب في الثلاثينات، ناعس على كرشو، حتى بدات كتدق عليه اختو: خويا، واش نقدر ندخل؟ دار على ظهره معصب، عز حاجبو، يقول: دخلي. دخلت حشمانه وحضره راسها. جاوبها ماهر: مالك على الصباح، شكينا تسنيم؟ وهي تقول ليه: خويا الصراحه بغيت نخرج اليوم مع البنات. ويقول لها: ايه كملي شنو؟ وعافاك اخويا بغيت الفلوس. ماهر شاف فيها: دابا واش حنا مسجلينك في المدرسه باش تقراي ولا تخرجي تدوري مع البنات؟ ها؟ جاوبته تسنيم: وعافاك اخويا غير اليوم، والله ما نبقى نطلبك مره اخرى، اخر مره. ويقول لها: ايوا شحال بغيتي ديال الفلوس؟ لا لا. حضرات عينيها: اللي عطيتيني انا ما طلبش منك الكثير، غير اللي كان. ماهر نضم فراشو، حل مجر، جبد منه 200 درهم مدها ليها: شوفي، والله توصلني خبارك درتي شي حاجه ماشي هي هذيك، يا حتى نسد عليك الضو ما تبقايش تشوفيه. تسنيم تلاحت عليه عنقاتو: الله يخليك ليا يا خويا. شوفي، الوحده تكوني هنا. جاوبته تسنيم: كون هاني يا خويا ما غاديش نتعطل. والمهم هاكا الفلوس، عاود نحضرك مره اخرى. تسنيم شدت منه الفلوس وهبطت مع الدروج كتجري فرحانه. وصلوا مرام وإيناس للمدرسة، وصلوا لقدام باب المدرسة وتقول مرام: يلا
مع الوقت غنجي نديك باش نمشيو نتغداو مجموعين. جاوباتها ايناس: واخا وشكرا لك مرام. ردات عليها: صاحبتي ما تبقيش تشكريني، راك انتي بحال اختي. ايناس سودعت معاها ودخلت لقات المدرسه كلها مروبله. اش واقع هنا؟ واش كاين شي مشكل؟ عايده: عرفتي، راه بدلو الاستاذ ديال الانجليزيه وجاو في بلاصتو واحد تيتيز ما واصلش حتى ل 30 عام. ولا تقول لها ايناس: وفين كاين المشكل الا كان باقي صغير؟ استاذ عادي. ردات عليها عايده: لا ما كاين حتى مشكل، غير هو البنات عوض ما يشوفوا في السبوره غيشوفوا فيه. وردات عليها ايناس: البنات جايين غير يتفلاو، اللي باغا تقرا ما كيهمهاش الاستاذ يكون صغير ولا كبير ولا يكون كيف ما كان داير، راه جايه تقرا. كانوا كيتناقشوا حتى بدا كيعيط الحارس: اللي عنده شي قسم يدخل ليه بلا قوه سطح. دخلوا كلهم الاقسام ديالهم، كلهم خايفين من استاذ جديد، واش غيكون صعيب ولا ظريف. حتى دخل بكل اناقته، هاز محفظه في يدو، جلس على الكرسي ديالو ونطق بالانجليزيه. كل واحد يجبد الكتاب ديالو والدرس فين واصلين. كلهم جبدوا الكتوبة ديالهم قدامهم وتكلم تاني بالإنجليزية. أم، نعرفكم عليا قبل ما نبداو في القراية. سميتي إسحاق بن شرقاوي. كيف ما كتعرفوا أستاذ ديال الإنجليزية جديد ديالكم، ما عنديش مع التعطال والهضرة والأعذار. اللي بغى يقرا مرحبا، واللي ما بغاش شغلو هذاك، ما يصدعليش انا راسي. سالت الساعة ديالو كل شي بدا خارج. البنت الأولى وهي تقول: الله يا أختي وشحال كيوت، وعيني خضرين كي حمق الزين الزين يا أختي. جاوبتها البنت الثانية: نصا يبقى ديما يقرين على الله. الناس بقى ما سالت الدرس ديالها تقيلة في الكتبة، مازال كتشوف السبورة وتكتب حتى وقف عليها. واش غتباتي هنا؟ يديها ولاو كيترعدوا. اسمح لي أستاذ، ما كنقدرش نكتب دغيا. يقولها وشاف السبورة باليه مازال معطلة. قرر نكتب ليك بالزربة، راه قريب يدخلوا الطلاب الاخرين. ايناس ما مدات ليها ستيلو، والبنات كيشوفوا فيها باغيين ياكلوها بعينيهم. قرب حداها حتى تخلطات ريحته في نيفها. كتب ليها كلشي بالزربة وهو يقول: اسحاق اكيد الدفتر ديالك، غير هو حاولي تزربي مرة اخرى في الكتبة. وهي جاوبته ايناس: شكرا لك استاذ. هزت المحفظة ديالها وتما تغادا. جا هو يعيط ليها: عفاك بلاتي. تلفتت ليه خايفة من شنو غيقول. وهو يقول لها: شنو سميتك؟ ايناس تنهدت براحة وقالت ليه: سميتي ايناس. جاوبها: مزيان، صافي تقدري تمشي. غير خرجات جروها البنات: عايدة يا اختي اللي سمعك يقول فقيها. ايناس شفت فيها: تلقى ليا ميديش كتخربقي، شنو كتقولي نتيا؟ وهي تقول: عايدة ما شفتي السيد كيفاش مقرب ليك، وانتي قبيله جالس عليا. آه راه ما كيهمش الاستاذ اللي كيفاش كي درتي ليها. تقول ايناس: ايوا بقاو غير حاضيني انا، ما عندكم شغل. خلاتهم ومشات طلعت للمرحاض. تقول عايده: البنات شبان لكم نسدو عليها ونقولوا الاستاذه كتحرق السوايع؟ باش يجريو عليها خاص نطيروها قبل ما يطيروا لينا من بين يدينا. سعاد واحد البنت: البنات يلا نتبعوها. طلعوا بالخف، هي واقفة كتغسل وجهها حتى تدور عليها الساروت. ايناس قفزات: اش واقع؟ مشات بغات تحلو، ما بغاش يتحل. اوف، تحل واش كاين شي واحد هنا؟ البنات كانوا واقفين كيضحكوا عليها. دازت ساعة حتى حست براسها تخنقات، ما بقاتش قادرة تطلع النفس. اما في القسم تكلمت عايدة: استاذة، التلميذة ايناس راه كتحرق السوايع. وهي تقول الأستاذة: وانتي باش عرفتيها عايدة؟ أستاذة راه شفتها قبيلة خارجة من المدرسة كتسلات. تقول الأستاذة: واش من قسم كتخليه؟ جاوبت عايدة الأستاذة: كتقرا غير عند أستاذ ديال الإنجليزية فقط بوحديتو. الأستاذة شافت: واخا، دابا نشوف شغلي معاها. عايدة ابتسمت باستفزاز وتقول الأستاذة: سلامتكم، يلا خرجوا دابا. خرجوا الولاد ديال المدرسة كلهم، والحارس سد الباب. ايناس طاحت فقدات الوعي ديالها بالخنقة. اسحاق يلاه بغى يحل طوموبيلتو،
تفكر بلي نسى تليفونه في البيرو في القسم. شاف الحارس ويقول عطيني السوارت، نسيت التليفون ديالي لداخل. الحارس مد ليه الساروت وبعد على الباب، هو حلو دخل المكتب ديالو ويقول نمشي نطلع المرحاض. هو الاول بعدا طلع المرحاضات، كان ديال الولاد ملاصق مع ديال البنات. يلاه باغي يدخل، قشع ما كيخرج من التحت، يعني شي روبيني مازال مفتوح. ويقول اسحاق بلاتي واش الحارس ما سدش الماء قبل ما يسد البيبان ولا كيفاش؟ دور الساروت تصدم، خرج عينيه بقى غير كيشوف، ما فهمت شي حاجه. اما عند تسنيم اللي مشات دوزت نهار كامل مع البنات ورجعت كيف ما قال ليها، لقات الطابلة عامرة بالماكلة ودايرين بها الخدم. ويقول ماهر وهز حاجبه جلسي تغداي. تسنيم شافت فيه نطلع نبدل حوايجي وننزل. ويقول ليها راني قلت لك جلسي تاكلي. شفت فمها اللي كتقول ليها بعينيها جلسي، جلسات، هزت الفرش غير كتلعب. وماهر حاضي تحركاتها. هو يقول هاديك راه ماكلة ماشي لعبة، انا بغيت غير نعرف مالك هاد الايامات بحال مخبيه علينا شي حاجه ماشي هي هذيك، شنو كاين قولي. تسنيم وجهها ولا احمر وبدات كترعد. هو يقول ليها هضري شنو عندك. تسنيم نطقت بخوف انا راه ماشي دريه صغيره، عارفه اش كندير. هو يقول لها ماهر ياك وليتي كترد عليا الهضره، ايوا اسمعي لالا، ماشي حتى عندك 18 عام صافي ديري ما بغيتي. نهار مات الوالد وليت انا في بلاصتو، غير غتقادي ولا غنقادك انا. تسنيم ناضت طلعت لبيتها، ناض باغي يتبعها وهي تشد امو قالت ليه نادية سميتها، عفاك ولدي ما ديرش راسك فيها، غيكونوا غير الهرمونات وصافي. ماهر حك راسو فهم بلان ويقول واش غيكون فيها الوجع، سوليها واش نجيب ليها الدواء. نادية شافت فيه عفا وليدي جيبوا ليها، ما تبقاوش تغوت عليها، راك عارف البنات كيف دايرين. هو يقول لها ماهر وعلاش ما قلتيش لي راها مريضه، كون راني عذرتها. وصافي وليدي اللي وقع. طلع البيت وسمع الصوت ديال البكا ديالها، ضرو خاطرو، دخل البيت وتكا فوق فراشو. اما عند اسحاق مازال مصدوم، الروبيني كتكب عليها، حوايجها سردو، لحمها بدا كيبان. اسحاق دخل كيجري سد الروبيني. اختي عافاك واش كتسمعيني فيقي؟ ايناس لا رد، حط يديه تحت رجليها وهزها كلها سردامة وخرج كيجري بيها. الحارس تصدم ولا كيترعد، مالها استاذ مالها. ويقول اسحاق من بعد نتفاهم معاك، الدريه سخفانه في المرحاض وانت سد غادي. ويقول الحارس والله استاذ ما كنت عارف واش كاينه وانا باش غنعرف، انا ما كندخلش المرحاض ديال البنات. ويقول اسحاق وشكون مول هاد الفعله. الحارس جاوبه ما عرفش انا ما عارف والو. ويقول له اسحاق يا ربي تصبرني يا ربي، اول يوم ليا في هاد المدرسه دازت بحال الزفت، باين الايامات الاخرين كي دايرين، يا ربي تعطيني الصبر وصافي. تم غادي كيجري بيها حطها في الطوموبيل وكسيرة بيها للسبيطار. في هاد الاثناء وقف الطوموبيل ديال مرام ومعها براءة، هبطت بنت شبه عارية حتى ندهر على راسها. شفت في المدرسة مسدودة ويتقول براءة بحال خرجوا لا. مرام شفت فيها ولكن كنت دايرة مع إناس غندوز نديها. ويتقول براءة بلاتي ها واحد الحارس نسولوه. تمشاو لعندو ويتقول مرام السلام عليكم سيدي. جاوبها الحارس وعليكم السلام شحال بالخطرة بنتي. وتقول لي عافاك التلميذة إيناس بن معروف واش خرجات. الحارس بلا ما يعرف اسمح لي ولكن ما كنعرفهاش. المهم راه كلشي خرج ما بقى حتى شي واحد. مرة مجات تليفونها هاي التصويرة ديالها. الحارس شاف فيها مزيان هادي راه فقدت الوعي ديالها واستجديد تاع السبيطار. براءة اويلي اش من سبيطار. الحارس جاوبها راه ما قال لي والو لالا، غير هزها وزاد. مرام دارت يديها على راسها مصيبة دابا اش نقولوا لخالتي عايشة. براءة تقول لها يلا نمشيو نشوفوا دابا السبيطار اللي قريبنا هنا، غادي يكون مشاو غير ليه. تقول مرام يلا طلعوا كسيرة لوبيطال القريب. وصل هزها بين يديه كيجري ويغوت. سمعوا غواتو الممرضات تمو جايين كيجريو بالباياس، حطوها دخلوها وجلس شد براسو. دا الساعة وصلت براءة ومرام جايين كيجريو. مرام تقول اختي عافاك
إيناس بن معروف وجات عندكم هنا؟ إسحاق غير سمع سميتها نضل عندهم. واش نتوما كتعرفوها؟ مريم شفت فيه، انت الأستاذ ديالها ياك؟ ويقول هو أنا. تقول ليه كيف بقات، شنو هو قال لك الدكتور؟ إسحاق شاف فيها، مازال ما خرج، أنا لقيتها طايحة في المرحاض وجبتها. مريم استفهام، بلاتي انت اش دخلك المرحاض؟ جرتها براءة. مريم الله يهديك، ماشي وقت هاد الهضرة دابا. مريم شافت فيه عقدة غبشتها، من بعد نتفاهموا. هاد الأثناء خرج الطبيب، مريم جرت لعندو، دكتور كي بقات، واش بخير؟ هو يقول الحمد لله، غير تخنقات شوية ولكن الحمد لله عالجنا المشكل. وهي تقول ليه وفوقاش نقدروا نخرجوها؟ شاف فيها الدكتور، لا اليوم خاص تبات عندنا. وهي تقول لهم مشكلة، واش برا شنو غادي نقولوا لامها؟ وهي تقول لها شوفي اتصلي بها وقولي لها غتبانت عندنا احسن حل. وهي تقول لها واخا انا نجرب على الله، ثق بيا. دوزت الخط حتى جاوبات، الو خالتي. وهي تقول عيشة اش كاين، اش باغا؟ مرام راه بغيت نقول لك بلي ايناس غتبات معنا اليوم. عايشة واش من نيتك؟ بنتي فين عمرها باتت برا الدار، دوزي عليا نهضر معاها. مرام هي في الطواليت دابا، المهم هاني علمتك نخليك دابا. قطعت عليها وخلتها كتسائل كيفاش بنتي عمرها باتت برا الدار واليوم بغات تبات عندهم. لا واقع شي حاجة وخاصني نعرف. هزت تليفونها كتصل بيها وتليفونها طافي. الله يا ربي، الله يا ربي عندك يخرجوا لي على البنت، قلبي ما مهنينيش عليها. لا بنتي واقع ليها شي حاجة، أنا حاسة. أصبح الملك لله. نعسة غير فوق الكرسي ديال الكوزينة، حتى الباب بدا كيدق، نضت قافزة، نضت لبست صندالتها لحتشن على راسها. عايشة حلات الباب، لقات شخص من ريحته باين لاباس عليه. عايشة طلعته وهبطاتو، ياك لاباس، علاه ما كتسول؟ اسحاق خشى يدو في جيبو. جيت نديك تشوفي بنتك. وهي تقول ليه علاش؟ ما البنت اش وقع عليها؟ عدوي اش دربت ديال بنتي، وشكون انت؟ او يقول لها اسحاق انا الاستاذ ديال بنتك بخير دابا. عايشه خرجت عينيها، علاش؟ شنو وقع لبنتي، شو وقع ليها؟ هو يقول راه تسد عليها التواليت وتخنقات وانا ديتها للسبيطار. عايشه كانت غطيح كون ما شدهاش اسحاق، اديني عند بنتي، بغيت نشوف بنتي، اديني. هو يقول لها واخا اجي، طلعي. طلعت وكسيرة لوبيتال عند ماهر، ناض لبس عليه وخرج من كسيري حتى وقف في الصيدلية. كانت مريم كتهضر مع الصيدلي على الدواء الإناث. اختي عطيني هاد الدواء اللي مكتوب هنايا. هبط خاش يدو في جيبو، بنت ليه البنت شبه عارية، ووقف على مولات الصيدلية، طلعها وهبطها من اللور. عافاك الدواء ديال ألم الدورة الشهرية؟ مريم سمعات وهي تدور لعندو، وقيل خويا كان بلي كنهضر مع البنت ولا؟ يقول ليها ما كنهدرش مع الحاهرات حاجاكم. وهي تقول ليه بزاف عليك، هي امك ولد الكلب. غير خنزر فيها، جمعي فمك حسن ما تحس بسنانك في الارض. وهي تقول ليه وري شنو غدير يلا. مهر تفل عليها، تفو على عفن، غير من لباسك باينه فيك، راك عارفه راسك شنو كتسواي. مولات الصيدليه، عافاكم لا بغيتو تضربوا بعدوا لي على محالي. مرة شفت فيها، اسمحي لي يا اختي. خرج عاجل برا نتفاهموا اجي. او يقول امل تخلعيني، شكون انتي؟ شكون؟ مرة ابتسمت، مسكين، ما خصتش الصراحة ندي عليك، حيت فيك الوجع. دخل جيب الدواء يحيد لك وجع الوجيع. ضربات فيه وتمات غدا كتعوج. ماهر عصباتو، اسمع داك بلا ما تعوجي، راك اصلا عوجة خلوق. البنات كيفاش نظركم، واش غتكمل هاد العلاقة ولا شنو في بالكم؟ علاقة حب معقدة. جبت تليفونو، سر البلاكة ديال الطوموبيل ديالها، دوز الخط. الو شوف غنصيفط لك واحد الرقم، بغيتك تعرف على مولاتو كل شيء. الشخص هو يقول مفهوم. قطع ورجع دخل للصيدلية
وصلوا للسبيطار، خرجت كتجري: بنتي فين هي، بنتي فين هي؟ ويقولها إسحاق: الدكتور منع علينا ندخلوا شوية وغادي تفيق. وهي تقول عايشة: الله يا ربي، الله يا ربي، وش هاد المصيبة هادي يا ربي. إسحاق بدا كيهدم فيها: تهدني لالا، ما يكون غير الخير. خرج الدكتور ونادو عندو كيجريو: تقدروا تدخلوا عندها دابا. عائشة شكراتو: واخا شكرا لك بزاف دكتور. دخلات وراها إسحاق، كانوا معلقين ليها السيروم. عائشة غير شافتها نهارت بالبكا، شدت ليها في يديها: عافاك بنيتي، فيقي ما تخلينيش، راك انتي اللي عندي في هاد الدنيا. إسحاق در قلبو عليها، تمشى عندها: ما عندك ليش تبكي لالا، راه الدكتور قال لي راها بخير. وتقول: وعلاش مازال ما فاقتش، علاش؟ إسحاق شاف فيها: دابا تفيق، راه بخير، إن مازال ترتاح شوية وصافي. كانوا كيتناقشوا حتى بدات كتحاول تحل عينيها ونطقات: ماما. عايشة شافت فيها: روحي فقتي، خفت عليك بزاف، اش داك شي طواليت، واش باغا تقتليني؟ ايناس وهي تقول لها: عافاك ماما، برا كمل بكا راه بخير. اسحاق طبطب على عايشة: صافي صافي. هو يقول لها: شكون سد عليك الباب، وكيفاش الماء كان كيتكب؟ ايناس جاوباتو: ما عرفتش، انا اللي متاكده ان شي واحد سد عليا، انا متاكده انا متاكده. ويقول لها: وشكون غيكون هذا؟ المهم دابا نعرفو، المهم غير انتي تكوني بخير وصافي. جاوباتو: شكرا لك بزاف استاذ. ويقول لها: انتي راه تلميذه ديالي وهذا واجب عليا. عائشه: واش نقدر ندي هذا للدار؟ الممرضه دخلات وكانت كتقاد ليها في السيروم: السيروم تقادا، تقدر تخرج دابا. ناضت والدوخه شداها، كانت غطيح، حتى لو يدو عليها وهزها، هي تصدمات وخرجت عينيها. وهي تقول لي عايشه: غير حطها تمشي بلا ما نعذبك معنا ولدي. اسحاق شاف فيها: ما كاين حتى عذاب، غنوصلكم للدار. وهي تقول لي: الله يرضي عليك يا ولدي، الله يرضي عليك. عند ما راهم وصلت للسبيطار، حلت عليهم الغرفه، شفت اسحاق هزها: ايناس فقتي، على سلامتك يا حبيبه. جاوبتها ايناس: الله يسلمك اختي. مرة ما تقول ايناس: كيفاش وقع عليها استاذ، دابا تشرح لي كيفاش دخلتي عليها للطواليت. ايناس حضرات راسها حشمانه، هو مازال هزها: كنت غادي ونسيت السوارت ديالي ورجعت ناخدهم، ولقيت الماء في الطواليت كيتكب، من بعد حليت لقيتها طايحه، هزيتها وجبتها للوبيتال. هذا ما كان. مرة شافت فيه وقالت: ودابا انيسه مرام نقدروا نمشيو؟ شفت فيه عايشه: يلا ولدي. خرجوا ركبها القدام، وامها ركبت اللور، ومرام تبعتهم بالطوموبيل. وصلوا للدرب ديالهم كيتصدموا، لقاو الدرب كل واقف على دارهم. وتقول ايناس: ماما شو واقع هنا؟ عايشه شفت فيها باستفهام: والله يا بنيتي ما عرفت شنو واقع. خرجوا هو يجي لعندهم وللدار. وتقول لي عايشه: ياك لاباس سيدي؟ السيد شاف فيها: بغيت نبيع داري، عندكم 3 أيام تخوها ليا. عيشة عينيها تجمع فيهم الدموع. إنس كذلك. إنس قالت ليه: ولكن احنا فين غنمشيو، 3 أيام راه ما كافياش. السيد شاف فيها: وانا اللي عندي راني قلتو ليكم. اسحاق شاف فيهم: اجيو جلسوا عندي على ما لقيتو شي دار. عايشة دارت فيه: لا لا ولدي حشومة. هو يقول لها: لا ماشي حشومة، حشومة هي تشردو في الزنقة. طلعت لعندكم من داري. الناس مشات لعند امها: ماما يلا، اصلا ما عندنا فين نمشيو، وحتى راه راه غير كريابيت بوحدها ومعها البنات. وهي تقول عايشة: ما نتقلوش عليك يا ولدي. جاوبها اسحاق: ما كاين حتى تقول، عادي، استسلمات. وهي تقول ليه: واخا وليدي، نجمع حوايجنا ويلا، يلا دخلي نجمع ايناس. ويقول اسحاق: صافي في العشية غندوز عندكم. جاوبته عايشة: سير وليدي، الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، وشكرا لك بزاف واسمح لينا. وتقول مرام: ايناس الا احتاجتي شي حاجة عيط عليا. جاوبتها ايناس: واخا وشكرا ليك، وعنقتها. بجوجهم كسيرة وإيناس وعايشة دخلوا يجمعوا حوايجهم. وتقول عايشة: داك الأستاذ بينك وبينه شي حاجة؟ إيناس وهي تقول: اويلي يا ماما، راه يلاه بدا يقريني اليوم البارح. ايوا التصرفات اللي كيدير معاك بحال الا طايح فيك يا بنيتي. وتقول ايناس: ماما واش هو لاباس عليه بغا يديها فيا انا؟ عايشه شافت فيها: وعلاش بنيتي مالك نتيا؟ ايناس شافت فمها: جمعي يا ماما، جمعي جمعي.
وتقول عايشة وهاني جامعة كثيرة. وقف حتى لواحد البار وهبط منه، دخل بان ليه ماهر حتى هو تما، جلس فوق الكرسي و وهو يقول جيب لي جوج كيسان. ويقول ماهر شاف فيه مخنزر، مالك على جوج اش واقع؟ إسحاق شاف ماهر والله ما عرف مالي. ماهر ويقول ايه باين مالك غير من وجهك يا صحيبي. ويقول إسحاق واش كيبان لي في وجهي؟ ماهر جاوبه عاشق شي وحدة ياك. جو إسحاق لا لا انت واقيلا حماقيتي. ويقول له ماهر وحتى نكون ما كنعرفكش يا صاحبي عاود لي كيفاش بغيتها كيفاش بغيتيها. هو يقول له إسحاق ماشي كنبغيها انا غير تحيت ليها وصافي. هو يقول له ايوا شتي اش قلت لك يعني عشقها. جاوب إسحاق ولكن أنا غير مرة واحدة شايفها. جاوب ماهر ايوا هذا نسميوه حب من اول نظرة. جاوب إسحاق المشكلة هي انها غادي تسكن عندي هي وامها حيت مولك راجع عليهم. ايوا يقول له ماهر ايوا هكا مزيان نيت تقرب منها. ويقول له إسحاق ما باغيش نزرب راك عارفني معقول وعندي نيشان. ويقول له ماهر ايوا لا عجبتك البنت هدر معاها بلا ما تبقى تجرجر. جاوبو إسحاق هادشي اللي كاين وانت مالك. ماهر هو بدا يهدر معصب عصبتني واحد بنت الحرام نهار نشدها نوريها ماهرش كيسوا. او يقول إسحاق الله يهديك يا صاحبي الله يهديك من الحرام قلب لك على الحلال. او يقول ماهر وانا كرهت وفين غنلقاه. جاوب إسحاق ايوا راه صاحبي خاصك انت تقلب عليه. مازال ما كملوش هدرتهم حتى وقفت عليهم الباترونة اللي بجوجهم تصدموا. باترونة يعني مولات البار. ماهر هز حاجبه انت شنو كديري هنا؟ إسحاق ويقول شنو كديري هنا؟ ماهر ويقول وشنو غتكون كدير؟ معروفة خدمتي هادي. مرة مجاوباتو حطوا الفلوس ديال الشراب اللي شربته وخرجوا عليا باغا نسد هدرتكم كلوها. ويقول إسحاق واخا بلا ما تعصبي جبت الفلوس وحطها ليها. ويقول ماهر كون كان كيحسب لي انت هي مولاتو كون ما نمشيش ليه. ردت عليه ايوا حتى دابا ما تبقاش تجي ليه يلا خرجوا عليا. إسحاق جرب ماهر من دراعه وخرجوا برا. مالك معاها صاحبي. ويقول ماهر هذه هي الكلبة اللي قلت لك عليها تفو. نو يقول لي إسحاق ايوا هذه راهي صاحبة بنت اللي قلت لك عليها. ماهر هنا مصدوم اويلي ما تقولهاش باينة غتكون معاها وغتكون في حالها. إسحاق تعصب هز يدو وضرب واحدة طار الدم من فمه. احترم راسك آخر مرة نسمعك كتهدر عليها هكا. أنا ماشي دري صغير راه كنعرف من بنت الناس من بنت الحرام كنعرف نفرز بيناتهم. هادشي داس على عينين مرام دست من حداهم وقفات أسيدي إلا بغيتو تضربوا بعدوا لي على خدمتي وعافاك السي الأستاذ كون غير ستي شي ضربة أخرى. ماهر كان غيضربها شدو إسحاق سد أنا صاحبي. ماهر انتر يدو حيدي يدق عليا عاودي شنو قلتي خدمتك اش من خدمة خدمة الكلاب. وهي تقول يا مرام وانت واحد منهم كتجي تشرف فيه حيت كتعطش. اما رانا عايرها بهضرة ما كتقالش تفو عليك مرتك انا نشدك ما نطلقكش. وهي تقول ليه سير سير الكلب تفو. اسحاق شاف فيها عفاك اختي سيري في حالك. وهي تقول ليه ايوا هاني غاده حيت بغيت ماشي خايفة منه. دارت غادة وماهر كيعيبها حتى كسيرات ودارت من تم عند إيناس وعايشة جمعوا حوايجهم كاملين خارجين كيتسناو فيه. وهي تقول ما عرفت مالو تعطل ياك ما مبقاش باغي. جاوبتها إيناس ايوا هو قال العشية والنهار راه مازال طويل. شفت عايشة ايوا صافي نتسناوه عند ماهر باغي ترتق. وإسحاق ندم علاش ضربوه. سمح لي يا صاحبي ما قصدتش نضربك. ماهر ويقول ليه هانية ضربني على قبل بنت هانية صاحبي. ويقول إسحاق أنا راه خاصني نمشي تعطلت عليهم. ماهر قال له سير سير جيب حبيبتك غتكون كتسناك. رد عليه إسحاق الله يهديك واسمح ليا. ويقول له ماهر اوكي خلاه تم غادي. إسحاق طلعوا كسر لدربهم. مرة غادة مكسرية كتسمع الموسيقى حتى وقفات ملي شافت مرة في الخمسينات جالسة في الأرض كتبكي. حلت الطوموبيل وخرجت لعندها مالك شوقع عليك خالتي. وهي تقول نادية سرقوا لي فلوسي وصاكي الشفارة. مرام شفت فيها
صافي صافي ونوضي من الأرض، ما تبكيش ويلاه نمشيو عند البوليس. وهي تقول ليها الله يرضى عليك بنيتي الله يرضى عليك. مرام وقفاتها وحلت ليها الباب ديال الطوموبيل، دخلتها لقدام هي مكسيرية حتى نطقات. وانتي مزوجة بنيتي؟ ردت عليها مرام وبالها مع الطريق. مازال ما مزوجاش. انا ديا هي ماما ماهر اللي ما كيتحاملش مع مرام، وهاد الزين كامل مازال ما مزوج. ردات ليها مرام واه داكشي بالمكتبة خالتي شنو غنديرو. ايوا ردات عليها نادية ايوا عندك الحق، عندي واحد الولد صراحة ظريف وولد الناس كنقلب ليه على شي بنت الناس. ردات عليها مرام اي والله سهل عليه، المهم احنا وصلنا واش مازال عاقلة على وجوههم. ردات عليها اييه بنيتي مازال عاقلة. مرام خرجت حلت عليها معاوناها، ونادية اللي عجباتها وغير كتبتسم ليها. اما عند اسحاق وصل دربهم لقاهم واقفين بلي فاليز ديالهم. اسحاق هبط ويقول اسمحوا لي تعطلت عليكم. ردت عليه عايشة هاني يا ولدي. اسحاق طلعوا هز ليهم لي فاليزات ديالهم وهما ركبوا كسيرة موقف حتى وصل للدار اللي عبارة على دار كبيرة فيها بزاف ديال البيوت. خرج حط ليهم لي فاليزات ديالهم. مرحبا بكم تفضلوا دخلوا هما حشمانين منه. حلوا فمهم ندير ديك الديكور ديال الدار. هو يقول لهم خذوا راحتكم وما تحشموش. خلاهم هو يدخل يدوش ويتقول عايشة ونوضي الكوزينة واش دي شي حاجة نوضر نيتي الله يرضي عليك. ويتقول ايناس راه ماما ما عارفاش فين جات. ويقلب عليها انا غنخرج. ايناس بتساؤل وفين غتمشي يا ماما؟ ردت عليها عايشة غندور غير شويه ونرجع راك عارفه اني كنتخنق. حلات الباب ونزلات وايناس عيات جالسه. قال لها راسها تاخد دوش. تمشات في الدار كتسمع السقيل. حلات الباب ديال واحد البيت اللي غتكون الصدمه. اسحاق واقف كله عريان كيبدل. هز فيها عينيه ما هي تزنقات. سدات الباب وخرجت كتجري هو ابتسم ولو عليه فوطه وخرج تبعها. يلا بغات تسد عليه البيت الاخر تهرب منه. ايوا تلوات ليها رجلها وطاحت فوق الناموسيه. هو كان تبعها وجا هما فوق منها. ايناس غمضت عينيها ملي حساتو قرب ليها. صرت طريقه وعم تتبع تصرفاتها. حلت عينيها اللي تلاقى مع عينيه. يلا بغات تهدر حتى كان طبع قبلة عليها ودخل معاها في قبلة طويلة. السيدة بحال حمارة ترخات ليه وابتسم. ملي شافها ما منعاتوش زاد ضغط على يديها وهي بقات غير مصدومة من التصرف ديالو. السيد ناض خرج وسد الباب وراه وهي تقول ويلي 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 تحلت ليه دغيا دابا غيكون تالي يندرا خايبة. اسحاق دخل لبس حوايجو والضحكة واصلة ليه حتى لودنيه. وهو يقول مع راسو خاص نطلبها من امها قبل ما ندير شي حاجة ندم عليها. اما عند مرام ونادية بعد ما عطات اقوالها ديالها وخرجت مع مرام وهي تقول نادية غتمشي معايا لداري تغداي راني عارضك الغدا اليوم. مرام جاوبتها عارفيني خالتي عندي اليوم بزاف ديال الخدمة والله خليها المرة اخرى. جاوبتها نادية ايوا صافي ولكن ضروري تكتبي لي نمرتك هنا في تليفوني. كتبت ليها النمرة وهي تقول لها ويلا طلع نوصلك. كسرت الباب دارهم. نادية هبطات وهي تقول اي والله يرضى عليك يا بنيتي الله يرضى عليك. وهي تقول مرام متهلاي في راسك. نادية شيرت ليها دخلت لقات ماهر مستريح رجليه على الطابلة وكيتفرج. شفت فمو اويلي مالك فمك جاوبها ما مالي والو. وهي تقول لها نادية ياك ما ضربتي تاني. المهم راه لقيت لك واحد بنت الناس وبغيتك تتزوج بيها. ماهر ناض جلس هز حاجبو. شكون هادي تاني وشكون قالك انا باغي نتزوجها؟ نادية طاحوا دموعها كتبكي. دابا انا ما نلقاش مع من اللعب كاع صحاباتي عندهم حفايدهم الا انا. ماهر درو قلبه بس ليها على راسها. سمحي لي واخا الوليده اللي بغيتي سيري خطبيها ليا. نادية ابتسمات ايه دابا نعيط عليها. ماهر طلع البيت ومعصب كيفاش غنتزوج بوحده ما كنبغيهاش. غادي غير نظلمها معايا. لا خاص نهضر معاها ندوز مهله من بعد نطلقوا. من بعد مرور اسبوع اسحاق متردد يطلبها للزواج. كانت جالسه هي وامها في الصالون كيتفرجوا حتى وقف عليهم ويتقول عايشه ياك ما بغيتي يا ولدي شي نصايب لك شي حاجه. جاوبها اسحاق لا شكرا بغيت غير نهضر معاك. ايناس تزنقات وخافت لا يقول ليها على داك النهار. ايه يا وليدي
مرحبا. ويقول إسحاق: أول حاجة راه عرفنا البنات اللي يسدوا عليك وجرينا عليهم المدرسة. جاوبت عيشة: سرهم يستاهلوا. إسحاق ويقول: خالتي الصراحة أنا بغي نتزوج ببنتك اللي قبلتي عليا. إيناس عينيها خرجتهم، وعيشة بغات تموت بالفرحة. وعلاش ما غاديش نبغي؟ أكيد قابلة. نغزت إيناس اللي باقا مصدومة: اش قلتي؟ وتقول إيناس: واللي بغيتي يا ماما. عايشة عنقت بنتها فرحانة، وإسحاق كيشوف فيها بحب ويقول: أنا ما نبزش عليك، أنا بغيتي بخاطرك. وتقول إيناس: لا أنا قابلة، انت ولد الناس وقفتي معانا في المرة قبل الحلوة وما لقاش بحالك. ويقول إسحاق: إذا غدا نديرو الخطوبة. جاوبته عايشة: وابا وليدي اللي بغيتي. عند نادية دوزت الخط: الو. تقول مرام: الو، شكون معايا؟ نادية ردت عليها: انا بنتي المرة اللي عاونتيها. وتقول مرام: ياك لاباس. وتقول نادية: والصراحة بنتي بغيتك تصيفط ليا عنوانك، حيت باغا نجي عندك. وتقول لها مرام: واخا نصيفطو ليك، مرحبا بك. صيفطاتو ليها نادية باغا تضرب الفرحة. وهي تقول ليه: ماهر، يلا نخطبوا البنت. ماهر هبط حاجبه وقال: واخا يلا. خرجوا مكسرين لدارها، غير وصلوا بداو كيدقوا. مرام تمات نازلة، غير حلات تصدموا بجوجهم. وتقول نادية وابتسمات: بنتي لاباس عليك؟ ماهر مازال كيشوف فيها وتقول: الحمد لله خالتي، ادخلي. ماهر قال مع راسو: ممكن تكون مو جاية على قبل اختها. وتقول نادية: والصراحة بنتي بقيت كنفكر فيك وبغيتك لولدي ماهر. ماهر استهدى طلعت معاه، ومرام خرجت عينيها: كيفاش؟ تقول نادية: كيف ما سمعتي بنيتي. وتقول مرام: ولكن شكون قال لكم انا بغيت نتزوج بيه؟ ماهر تعصب: احترمي راسك وعرفي اش كتخرجي على فمك. وتقول نادية: مالك ولدي، ما قالت عيب، نخليوها تفكر. هو يقول ماهر: انا ما باغيهاش. جاوبته مرام: شتي بحالي لا انا باغاك. نادية بدات كدوخ: ناري راسي راسي راسي. ماهر نقز عليه: ماما مالك ياك لاباس؟ وهي تقول ليه: واش باغي تقتلني؟ انا بغيت لك بنت غتزوجها. عافاك عافاك انت يا بنتي، قبلي اللي بغيتيها نديروها. ماهر جرها مخرجها برا ونطق تحت سنانو: قبلي غير على قبل الوالده ديالي، اما انا عارفك غير عاهره. وتقول لها مرام: حتى انا ما غنتزوج بيك، حيت باغاك غير على قبل هاد المراه مسكينه. هو يقول ماهر: زيدي دخلي وقولي قابله. مرام هزت راسها الفوق: انا غنقبل غير على قبلها حيت مريضه، اما انت واخا تبقى غير بوحدك ما بغي نتزوج بيك. جاوبها ماهر وابتسم: وكنت تشوفي انا دابا يلا ندخلو قولي قابله. مرام دفعات ودخلت جلست حداها: واخا خالتي انا قابله. وتقول ناديه: واش بصح بنتي بغيتكم تزوجوا قريب وتجيبوا لي وليدات؟ ويقول ماهر: ان شاء الله تحت سنانو كيهضر. يلا ها الوليده دابا نمشيو يلا. تقول: والمهم يا بنتي نديرو كلشي في سيمانه. جاوبتها مرام: اللي بغيتي خالتي. ماهر شد دمو مخرجها، وهي كل مره كدور وتضحك لمرام. داز الشهر على زواج أبطال ديالنا بربعة. إيناش عايشة السعادة مع إسحاق، كل نهار يديها معاه ويعاونها في الدروس ديالها، مهلفة هي والأم ديالها. أما مرام وماهر كل نهار مضاربين كالقط والفار، ولكن صابرين غير قبل نادية. كالليل ورجع محصب، لقاها مازال فايقة كدهن جسمها بالكريم. وتقول ليه: ايوا على سلامتك ملي جيتي. جاوبها ماهر: علاش خصني نولي نتشاور معاك؟ ردت عليها مرام: لا، غير ولي على امك ملي تعطل، ما تخليهاش مشطونه عليك. جاوبها: ماشي شغلك، انا عارفه اش كندير. حيت سبرديلته وتلحدها باغينا، ويقول ليها: باغي نهضر معاك. جاوباتو: وفاش بالسلامه؟ يقول ليها: الوالده كل نهار كتجبد لي الموضوع ديال الولاد، بغاك تولدي ليا. مريم خرجت في عينيها: واش انت مريض؟ رد عليها: مالك يا كنت مولفه غيجيك داكشي عادي. مريم جاوباتو: بزاف عليك، الا باغي تولد سير قلب لك على شي وحده. هو يقول لها: علاش انت مالك لي ما تولديش ليا؟ مريم يلا خا تهضر، حتى كان طبح قبل عليها:
ومارس عليها الاغتصاب بوحشية. كانت أكبر صدمة ليه ملي شاف العذري ديالها. ناض بلاصتو بقى كيمشي ويجي، الشعور ديال الندم طغى عليه. جلس فوق السرير وحط يديه فوق راسو. دابا هي بنت، انا غير تكرفست عليها وتعديت عليها، انا واحد ما كنسواش، ولا كيبكي بهستيريا وكيترعد. ناض غير بزز لبس حوايجو ولبسها حوايجها وخرج هابط بها للوبيتال. اما من بعد مرور شهرين ايناس ولات حالتها ممزياناش. دا هي كتعصب وتبكي، كانت جالسة فوق الفراش كتبكي حتى دخل عندها هالسقط في يديه. تاني كتبكي، انا بغيت غير نعرف غير مالك، واش كضرك شي حاجه؟ جاوباتو ايناس، كيضرني والو، ما عندي خاطر حتى شي حاجه. هو يقولها اسحاق، وهاديك المدرسه ما بقيتيش باغا تمشي ليها؟ ياك زعما باغا تولي دكتوره وانا داير معاك اكثر من جهدي؟ ويتقول لها ايناس، غير سمح لي والله الا عيانه. هو يقول لها، الا كنتي عيانه يلا نمشيو عند الطبيب. يلا بغى ينوضها، دخلت عايشه بلا دقان بلا ما ديها للطبيب. انا عارفه بنتي مالها. هو يقول لها، مالها خالتي؟ ردت عليه عايشه، راك كتوحم ولدي. ايناس مصدومه، واش كتضرب بصح ولا غير كتضحكي؟ وتقول عايشه، اش كيت فيك؟ حتى دابا تقدروا تجربوا. هو يقول اسحاق، صراحه حمستيني خالتي، يلا يلا نوضي وجدي راسك. دازو ايام وماهر كل نهار ورد وكدوات المرام غير باش تسمح ليه. كانت ناعسه فوق الفراش حتى ترتق عليها البالون. نادت قافزه، مالك اش واقع عليك على الصباح؟ شكاين؟ ماهر رد عليها، اليوم عيد ميلادك وانا عرضت على اسحاق ومراته يجي وياك مرتو صاحبتك. مرة مخنزرت فيه، احتفل راسك. ماهر جاوبها، علاش كتصرفي معايا هكا؟ صافي سمحي ليا، عارف راسي غلطت وكنطلب السماحة منك، ويلا نوضي وجدي راسك شوية وغيبسلو. مرة مناطت قاع ما خطرها تلبس عند عائشة وإسحاق وإيناس. كانوا جايين في الطريق وقفوا حدا واحد لوبيتال باش يتأكد. دخلوا وكانت الفرحة بلي إيناس بصح حاملة. إسحاق فرح بزاف عنقها ورجعوا للطوموبيل. وتقول عايشة، شنو قل مبروك؟ إيناس وإسحاق، قوليها. وهي تقول عائشة، مبروك، ساعة كان كلشي موجود، داز مزيون بالزواق. تسنيم هزة تليفونها كتصور وماهر كيتسناهم يوصلوا. فرح ملي شافهم وصلوا ويقول، مرحبا بكم دخلوا. أو يقول إسحاق، ترحب بك جنة. ايوا بارك لخوك، مراتي راه حاملة. رد عليه ماهر، ايوا مبروك مبروك. ايوا تقول ايناس، عقبالك انت ومرام. ماهر تنهد، ان شاء الله. دخلوا كل واحد جلس في كرسي. الدار كانت عامرة. مرة مسدت الباب وخرجت هابطة من الدروج. ماهر بقى غير حل فمه من جمالها. قربت لعندهم سلمت عليهم وجلست حداهم. ماهر هز ميكرو وطلع فوق الخشبة وانطق، بغيت نقول لكم كلكم هاد الهضرة، انا ما كنتش باغي مرة نتزوج بيها، وعرفت راسي غلطت بزاف معاها، ولكن معاها عرفت معنى الحب. جبت خاتم من جيبه وجلس على ركابيه. انا كنطلب منك الزواج قدامهم كاملين، تبغي تكوني مراتي مرة اخرى؟ كلشي كيتسنى جوابها حتى نطقات، قابلة. كلشي بدا كيضحك. هو ركب ليها الخاتم وعنقها، واستمرت حياتهم بسعادة وسرور. وهنا كنكون وصلنا لنهاية القصة ديالنا. كانت تمنتنا لإعجابكم وتكون خفيفة وظريفة على قلوبكم. وإذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ديالكم اللي كتشجعني ولا كومونتير الزوينة، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد انا حطيته. وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم هاد الايامات وعلى لي كومونتير الزوينة ديالكم، وكنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم، وبيزو كبيرة ليكم.